حتى ربح ماجير كان طري بيسيميست فيما يتعلق باحراز الكاس الافريقيه في افريقيا السوداء، يعني خارج الوطن. ربح ماجير الكثير من المواطنين تكلموا معايا وقالوا بما انه ربح ماجير يقول لا يمكننا احراز كاس افريقيا خارج الجزائر بهذه المعطيات، يعني لانه افريقيا عندها جوانب، عندها الكثير من الامور. هل يجب ان ننتظر اليوم حتى ننظموا كاس افريقيا في الجزائر من اجل ان نحرز كاس افريقيا؟ هذه النقطه الاولى. سؤالي الثاني وراح اخليك تجاوبني على السؤالين مع بعض. هل تعتقد بانه هذا الجيل من اللاعبين غير قادر على اعطاء الفرحه للمنتخب او للشعب الجزائري مثل ما اعطاها في 2014 في مونديال البرازيل؟ هي شوف رضوان، كما يقول لك لو بروبليم اي ايور، لو بروبليم الي ايور. انت تكلمت على منتخبنا الوطني الجزائري، فزنا في الجزائر ونزيدوا ممكن ننظموا كاس افريقيا اخرى في الجزائر لكي نفوز للمره الثانيه بكاس افريقيا. ولكن المشكل لما كنت في السنوات الماضيه نتكلم مع الصحافه الجزائريه او التلفزيون الجزائري، الكلام اللي رانا نسمعوا به انا قلته من سنوات الماضيه، وانت ذاكر وزاد تيموان رضوان. قلتها سنه 2010 حتى من قبل 2008 ايضا، حتى من قبل. ولكن الان لما كنت نصرح كل الناس لما يتكلموا الان، التلفزيونات والجماهير كانوا يسمعوا المقالات تاعي علاش ربح ماجير ويتكلم هكذا. يعني هما بالنسبه لهم عندي مشكل مع بعض الناس في الاتحاديه راني ينصف في حسابات تاعي، ولكن انا كنت ندافع على مستقبل الكره الجزائريه. الان ربح ماجير راهو ساكت، راهم يتكلموا كلام ربح ماجير منذ سنوات وسنوات، هذا هو. ولكن الشيء اللي يحزنني رضوان، انا مانيش نستشفى واش حاصل حاليا في المنتخب الوطني الجزائري. واحد ما يقدر يشكك في الوطن. للاسف كنا احنا دائما نقول، كنت اتمنى ما يكونش عندي الحق ومنتخبنا يروح للنهائي ويفوز بالكاس، ولكن للاسف ونطيغ لا سولا دالارم. كل لاعبين الصحفيين الان يتكلموا على مهزله منتخبنا في كاس افريقيا، ولكن الحلول موجوده رضوان، الحلول موجوده، ولكن هذه الحلول ما نديروهمش لا ديسبوزيسيون دو نوتر ايكيب ناسيونال. هذه الامور اللي رانا نمشوا بها حاليا مع المنتخب الوطني الجزائري ما تمشيش مع تقاليد الكره الجزائريه ولا المنتخب الوطني الجزائري. علاش مصطفى؟ لا يوجد اي منطق رضوان، لا يوجد منطق. احنا نروح نحضروا مثلا في 2014 دينا المنتخب الوطني الجزائري، احنا لعبنا مباراه في مرسيليا والطقس البارد وهذه جينا الجزائر بعد احنا غينيا الاستوائيه وخرجنا من ربع النهائي. الان تكلمنا اكثر من مره مع ليتانيت، مع الجماعه اللي كانوا معنا في استوديو، تكلمنا اكثر من مره، قلنا هذه الكاس الافريقيه لازم نحضروها بالامكانيات والاجواء الافريقيه. وهل لو كان نحضروها في الاجواء الافريقيه ممكن نفوزوا بها؟ ولكن لا، نقول لك حاجه، علاش ما نفوزوش؟ حذاري موش لان فقط نروح ندير سي ان تو سي اون بريباراسيون على لون تيرم. دون ميم سونس، انت يقال بانك لما كنت في المنتخب الوطني لعبت مباراه تحضيريه هنا في ملعب 5 جويلية امام البنين. يقولوا لماذا لما كان هو راس المنتخب الوطني دار مباراه تحضيريه امام البنين في 5 جويلية، نعم. ومن بعد راح لعب كاس افريقيا في 2002، نعم. وعلاش هو ما راحش دار لا بريباراسيون قبل في مالي لما لعب كاس افريقيا؟ لازم الجماعه يعرفوا حاجه. انا لما وصلت الى الفريق الوطني جو سوي ريفوني كما نقول لك كون بومبي جيت. علاه؟ باسكو بعد المهزله اللي اعتقد كان جداوي والخساره مع مصر. انا لما تكلمت وتفاوضت مع الاتحاديه هذاك الوقت كان السيد كزال الله يرحمه، وانسان كنت نحترمه بزاف، وايضا في وزاره الشباب والرياضه كان مسؤول كبير ايضا اللي ما نذكرش اسمه، ما نحبش ندخل اسمه في هذه الامور. تكلمنا وقالوا لي ترجع الى المنتخب. رجعت وانا كنت في قطر، جيت قلت لهم نحكم الفريق الوطني لان ما نرفضش بلادي، ولكن هاملك لي كونديسيون تاعي. انا نحضر فريق الى كاس العالم 2006، نحضر فريقي سور اون باز سوليد، يعني يكون الاستقرار والاستمرار. واعطيت لو بروغرام ديالي، والسيد كزار الله يرحمه وهذا المسؤول الكبير شافوا قالوا لي احنا وراك. مضيت عقد معاهم وقلت لهم لا كوب دافريك هذه نروح ما نضمن لكم اي شيء لان ما عنديش وقت حتى الفريق نغيره. ولكن لعبت امام البنين في 5 جويلية. لعبنا مع البنين، ولكن الناس نساو باللي لعبت مباراه وديه ايضا في السنغال. صح.
هذه نساوها صح. قبل ما نروح الى قبل ما تروح ما كأس كانش العالم عندي لعبت. وقت، ما كانش عندي وقت. الوقت اللي كان عندي لعبت مباراتين على ما اعتقد. مباراتين، واحده في في إفريقيا. البنين وواحده في السنغال، ولعبنا مباراه كبيره وكانوا اللاعبين مستعدين، صرنا ولكن واحد مقابل هذا هو. لكن البرنامج تاعي كان رايح على المدى البعيد، مع المدى البعيد. ولكن للاسف الامور ما مشاتش كما لازم، وما نحبش ندخل في الامور اللي واضح. علي بن شيخ، انت الكثير يقول